استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي يا عم المسحراتي. أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفل والهنا على كل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. معاكم مونيكا ميشيل، ودقة الساعة 6:15 يبقى ده ميعاد دقة طبلة جديدة تاخدنا نعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامج من سحر آتي. النهاردة الطبلة دقت هتاخدك لمكان بعيد وسط الصحراء. لو قربت شوية هتلاقي جوه قرية في بير مهجور، محدش كان عارف مصدره منين، لكن ميته كانت أنقى من أي مية. أي حد يشرب منها كان يحس براحة غريبة. والعجيب في البير ده إن كانت ميته ما بتظهرش غير للصايمين. هتقولي إزاي؟ تعالى وأنا أقولك. البير ده كان ناشف طول السنة إلا في شهر رمضان. الناس كانت بتروح للبير في أي وقت تلاقيه فاضي، لكن أول ما يدخل شهر رمضان تظهر فيه المية، بس مش لأي حد، للي صايم من جواه بجد. اللي يجي وهو صايم بجد للبير كانت تطلع له أحلى مية وأنقى مية. واللي كان بيحاول يشرب وهو مش صايم كان البير بيجف في ساعتها تماما. في يوم بقى كان في راجل غني جدا، كان دايما فاكر إن فلوسه تقدر تجيب أي حاجة، وقرر إنه يجرب حظه مع البير، وما صدقش اللي بيتقال عنه، قال ده مجرد خرافات. راح جايب أحسن جردل وأمتن وأغلى حبل ونزله جوه البير، وقال أكيد المية هتطلع لي، يعني أنا أقدر أشتري البير وكمان الأرض اللي عليه. وبعد ما رمى الجردل فضل مستني شوية، لكن لما طلع الحبل لقى الجردل فاضي خالص ومفهوش ولا نقطة مية. فضل يجرب مرة واتنين وتلاتة، لكن البير فضل ناشف زي ما هو. وفي نفس الوقت بقى تبص من بعيد تلاقي جاي شاب بسيط خالص، كان اسمه حسان، صايم وجسمه باين عليه التعب من الحر. وراح وهو مؤمن إن المية هتكون موجودة، وقف جنب البير وقال بكل هدوء: يا رب مش طالب غير شوية مية تقويني على صيامي. وفجأة سمع صوت المية وهي بتتحرك وتعمل صدى صوت جوه البير، ونزل الجردل وطلع مليان مية صافية وبتلمع زي الكريستال. الناس كلها شافت اللي حصل وعرفوا ان البير مش بيدي ميته لأي حد، بس اللي عنده صبر وقلبه نقي زي المية اللي جوه البير. ومن ساعتها بقت الأسطورة تقول ان البير ده بير الصبر، موجود في مكان ما. يظهر ويعرف مكانه اللي عايز خير بجد، مش اللي فاكر كل حاجة يا قوة يا فلوس. لا، قولي انت بقى عزيزي اللي بتسمعني دلوقتي، ايه اللي صبرت عليه قوي وحصل وساعتها بس حسيت بلذة تعبك وصبرك ده؟ اكتب لي هنا تحت في الكومنتس. وللأسف سكت دلوقتي حالا صوت طبلة النهاردة بنهاية حلقتنا من برنامج من سحر آتي. استنوني بكرة في نفس الميعاد الساعة 6:15 مساء، هنعيش سوا سحر أسطورة رمضانية جديدة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.